الشركات والمحلات اللي لسه ما بدأتش تبيع اونلاين لازم تعرف ان هي قدامها تحدي قوي جدا، لا اما هتخرج من السوق. هيوصل بها الحال ان المحل ده لا اما هيقفل، لا اما الشركة هتقفل. الاونلاين هو دلوقتي اللي جاي، الاونلاين هو العميل هيعمله بعد كده في مصر. التجارة الإلكترونية في مصر لسه بتبدأ. اللي لسه هيدخل السوق دلوقتي هيقدر يدخل وياخد حصة كويسة جدا، اللي مش هيدخل هيلاقي منافسين ما كانوش موجودين أصلا وبقى أقوياء وأقوى منه بكتير. فرصة كويسة جدا جدا للناس أو الشركات اللي لسه ما اشتغلتش في مصر تبدأ، عشان قدامها تحدي قوي جدا جدا جدا. الأونلاين أسهل، أسرع، بتكلفته أقل بكتير من إنك أنت تبقى موجود على الأرض. ممكن تكون موجود على ليك محل وبتبيع أونلاين، أو بتبيع أونلاين بس هتقلل تكاليف كتير. شركات كبيرة جدا بتحول الموضوع دلوقتي الأونلاين، تعتمد على الأونلاين فقط، ويبقى يكون لها فروع بسيطة، عشان طبعا العميل بتاعها برضو تقدر تحافظ عليه، عشان هي شغالة بقالها كتير. الأونلاين في مصر اللي مش هيدخل فيه هو اللي هيخسر وهيقفل، هيضطر في يوم من الأيام يقفل المحل بتاعه أو الشركة بتاعته.